عارف لما فرقتك تبقى نازله خسرانه من الشوط الاول بفرق سكور ونازله الشوط الثاني مش عارفه تعمل ايه، انت ساعتها اصلا ممكن تبطل تتفرج على الماتش. وده بيحصل كتير اصلا في شغلنا. اصعب وقت في اليوم هو اخر ساعه في اليوم، اصعب وقت في الاسبوع هو اخر يوم في الاسبوع، اصعب وقت في الشهر هو اخر يوم في الشهر. هل التيم هيفضل شغال لغايه اخر الشهر بنفس القوه ولا لا؟ هي دي المشكله الرئيسيه. هل هنقدر ان احنا نحقق التارجت، ولا احنا اصلا رمينا الفوطه من نص الشهر وشايفين ان الشهر ده مش هنقدر نحقق فيه؟ من اصعب المشاكل اللي بتواجه الانتربرينورز والبيزنس اونرز في الشغل ان التيم بتاعهم يكمل لغايه اخر الشهر. لو الناس مش مؤمنه بالكونسبتس والبرنسبلز الخاص بالشركه، ومؤمنه اصلا كمان بالبرودكتس والسيرفيسز دي في نفس الخط ونفس الطريق الخاص بالبرنسبلز بتاعت الشركه، مش هتكمل. وده اللي بيعطل اصلا شركات كتير، وفي الاخر ما بتقدرش تحقق التارجت الشهري بسبب ان الفوطه اصلا بتترمي من نص الشهر. احنا تايهين، احنا مش عارفين نوصل اصلا للتارجت، احنا متاخرين عن التارجت، احنا مش هنوصل. دايما بنبدا نتكلم بالنص الفاضي ومش شايفين ان في ممكن نوصل للنص المليون، مش شايفين ان احنا لو وصلنا حتى لل 80-90% بدل ما احنا نوصل ل 50 و40%. فببساطه محتاجين ان احنا نركز ونشوف ان النهارده اخر يوم في الشهر زي اول يوم في الشهر بالظبط، ان اخر ساعه في وقت الشغل ممكن تبقى زي اول ساعه في وقت الشغل. فمحتاجين نركز ان الموتيفيشن اللي بيحركنا هو البرنسبلز والكونسبتس اللي احنا بنقدمها اصلا في الشركه.